إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إني أحبكم في الله جميعا، أسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. في هذا المسجد وجدت بعض أصدقائي من قديم وأحبابي وزملائي، وأنا بشرت في هذا المسجد يمكن أول مرة أبشر في مسجد من مساجد السعودية أن صفا قبل صلاة الفجر يحضر في الصف الأول، وأنا أغبطهم. ترى الصفوف الأولى في المساجد هي الصفوف الأولى في الجنة، وترى أجمل حياة يعيشها الإنسان هي حياة الصف الأول في المسجد. والله إني مررت مع أحد المشايخ العلماء في مكة برجل كبير في السن، بلغ يمكن 95، كان وزيرا في الدولة وسافر طائرات خاصة وقصور. قال انتهيت من الحياة إلى أن أجمل حياة الصف الأول. أنا عندي 4 جوائز و4 مبشرات و4 تغريدات. أما الجوائز فأبشركم من حضر هذا الدرس، كل درس في علمي من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بشرى، سواء عرف فهم من المحاضرة شيء أو كان أعجميا أو أصم أو بعيد ما سمع الصوت، فقد بشره سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ب4. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشرى لكم. أما 4 الهدايا فأبشركم أن من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام له عند الله 4، وقد صح الألباني هذا الحديث وغيره عند أحمد من حديث أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفعه 10 درجات. الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما التغريدات فإذا نسيتم كل شيء لا تنسوا 4 معكم، حتى إن الواحد الأحد بعد الصلاة دعانا بعد ما تنتهي الصلاة يقول: فإذا قضيت الصلاة، تقول أنه في خارج الخطاب القرآني قد يقول: إذا قضيت الصلاة فارتاحوا أو ناموا أو تاجروا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بالله عليكم ماذا تنتظرون أن نقول هذه الليلة؟ من أنا العبد الفقير المذنب المخطئ أن آتي أمدح سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. والله إني أتوقف إذا أردت أن أمدحه صلى الله عليه وسلم خجلا من ربي أمام هذا الإمام الأعظم الذي تولى الله مدحه. ولذلك قلت في قصيدة فيه: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديت كلمي؟ في أثبت الناس قلبا غير متهم وأصدق الناس لفظا غير منتقم. فصلى الله وسلم عليه. أنا الليلة سوف أستغني بمدح الله، سوف أكتفي بمدح الواحد الأحد. استعرضت الآيات القرآنية والقرآن فوجدت 11 موقف للرسول عليه الصلاة والسلام لم تمر إلا به وله خاصة من عند الواحد الأحد. قفوا معي في 11 موقف لهذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي زكاه الله ومدحه. أقول لكم شيء، والله أننا نعلم بعض الناس في مجتمعنا وفي وطننا وفي البلاد كلها إذا مدحه ملك أو زعيم أو رئيس وكتب له ورقة علقها في برواز وعذب الناس وابتلاهم كل ما زار الناس. وإني أعرف شايب شيخ في قرية كبير بلغ يمكن 90 وعنده كتابة من الملك السابق غفر الله للملك عبد العزيز، وإنه ماسكها يقول: هذه من الملك غفر الله له. وعند الجيران والإخوان والقبائل، فإذا كان ملك الملوك يمدح سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ويبجله، حتى يقول في المنهج: اسمع: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى أثنى على منهجه بأبي هم صلى الله عليه وسلم ومدحه. يقول شيخ الإسلام، اسمع الكلمات التوقيعات من شيخ الإسلام، قال: ليس في العالم أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد بأبي هم صلى الله عليه وسلم. بأبي هم هذا تخرج من قلب ابن تيمية، بأبي هم هذا تخرج. بين قوسين تعرفون معالي الشيخ صالح الحسين اللي كان رئيس الحرمين،
ركبت معه من مكة في باص يوم الحوار الوطني، أنا بجنبه في الكرسي، بناتي جدة في صباح الجمعة لأني بنصلي في مسجد هنا الجمعة. والله يا أخي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة تكاد تنخلع لها القلوب، لأنه ولي وعابد وزاهد غفر الله له، كتبت سيرته، وكان حتى لا يتقاضى راتبه من الزهد ينفقه على المساكين، ويمشي حتى أحيانا حافيا ويتصدق في الليل للفقراء والمساكين. يقوله بجنبي يوم الجمعة، قال هذا يا أخي هذا اليوم خاص لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على حبيبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بلغ صلاتنا في هذه الساعة المباركة بأبي همي عليه الصلاة والسلام. فيقول ابن تيمية ليس أحد في العالم يدور معه الحق حيثما دار إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى قوله تقاس الأقوال، وعلى فعله تقاس الأفعال، وعلى حاله تقاس الأفعال. ومنها أن الله حفظ الوحي به عليه الصلاة والسلام، وحفظ الوحي له، فقال له وحفظ الله سمعه وبصره وجوارحه صلى الله عليه وسلم، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اسمعوا بعض الناس شيخ الخوارج الأول الخائب الأول بيعترض عليه، قام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بيعترض على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالعدالة. يقول علي الطنطاوي إذا راحت العدالة، إذا لم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عنده العدالة فلا عدالة في العالم، ما عاد في عدالة، يعني ترجوها من ملك، ترجوها من وزير، تبغاها من قاضي. يقسم الغنائم في حنين صلى الله عليه وسلم، أعطى طبعا يتألف القلوب، قام ناتئ الجبهة بوجه مقطب كريه شرس، يقول اعدل يا محمد. قال أنا في بعض الألفاظ يعني أنت تقصدني أنا أعدل؟ قال خبت وخسرت، إذا لم أعدل فمن يعدل. ولفظ مسلم ضبطها النووي غيره، خبت وخسرت، إذا لم أعدل من يعدل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع الغنائم، يوزع الإبل والبقر والغنم في حنين، وقام واحد هو بيتألف بها القلوب، ما أخذ ولا ناقة ولا أخذ شاه ولا بقرة، خرج وفي السنن ينفض رداء صلى الله عليه وسلم وتعلق رداء بشجرة، قال خلوا ردائي أيها الناس، فوالذي نفسي بيده لو أن لي مثل عظاه تهامة، يعني شجر تهامة، إبلا وبقرا وغنما لوزعت أو قسمت وأنفقتها، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها، وإذا وفيت صدقت، وإذا وعدت صدقت فيما قلته، لا من يكذب قوله أفعالها. ماذا فعل؟ والله نفض رداءه من حنين ما دخل بدرهم ولا دينار، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير بأبي همي صلى الله عليه وسلم. يوم وزع قام هذا قال اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم اسمع الجواب، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول الله استأمني على الشريعة، على السنة، على الوحي، على القرآن، أنت ما تأمني على إبل وبقر؟ فالله حفظه. يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. أقول يا أخوة والله إن قصصه عليه الصلاة والسلام حتى المزح أشهد أنها نبوة، والله لو لم يكن إلا وسوف يأتي معنا أبا عمير ما استعجل، لكن إن قصص عادية في سطرين، إن يقول أشهد أنك رسول من عند الله، أشهد أن الله أرسلك، أشهد أن الله زكاك، أشهد الله أن مدحك. الآن يقول له ربه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يقول الكفار ليش يمشي في الأسواق؟ ليش يبيع ويشتري؟ ليش يبيع بقر وغنم؟ وليش يشتري سمن؟ وليش ولماذا ينزل مع الناس؟ فماذا حصل؟ أراد يثبت عليه الصلاة والسلام نبوته، وأنه بشر، وأنه إنسان، وأن دينه سمح. الآن بينزل السوق ما بيشتري شيء صلى الله عليه وسلم. مر السوق والناس وقوف، فلما مر السوق وقف الناس ينظرون إليه كأنه وهو فرد من جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمه. رآه عبد الله بن رواحة قال أشهد أن لا إله إلا الله، وقال عبد الله بن سلام سبحان الله أشهد أنك نبي من عند الله، وجهه ليس وجه كذاب. فماذا انظر ماذا بيفعل الآن صلى الله عليه وسلم. أتى وإذا زاهر بدوي صديق للرسول صلى الله عليه وسلم يجي من البادية، يجيب إبل للرسول صلى الله عليه وسلم وسمن ويقط، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه ملابس ويعطيها بعض المعونة كالدراهم. فيقول صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضرته، أنا وياه أصدقاء، يجينا ببضائع البادية وأنا أعطيه من الحاضرة. فلما رسول الله عليه وسلم يبيع لفة والناس وقوف، فغطى صلى الله عليه وسلم على عينيه من وراء وأتى من خلف ظهره وأخذ يدفعه في السوق والناس يشاهدون. هاي شوف نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. الآن بعض المشايخ ما بيتنحنح إلا بالشيء والكنية ومعالي وسماحة، وانتبهوا للشيخ وتقبيل
سهل ميسر، ونيسرك لليسرى بلا تكلف ولا تعمق. ويدفع قدام الناس، قال من يشتري مني هذا العبد؟ من يشتري فيه؟ تفكك زاهر ما عرف. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجع بكتفيه يلصق في ظهر الرسول الله، في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أتجدني كاسد يا رسول الله؟ قال لكنك عند الله لست بكاسد، بأبي هم مصر، لكنك لست عند الله لست بكاسد. تصوروا أن إمام المسجد، وقد يفعل طلبة العلم، أخي الشيخ عبد الله الشهري أو غيره، لو جاءوا الصفوف ممتلئة ببنته الطفلة أو بنت بنته وصلى بها في الفريضة، ورآه الناس إذا سجد وضعه، إذا قام رفع، بيجي إنكار طبعا، بيقول ما حصلت بالطفل اللي هنا، وليش تشغل المصلين؟ أتى صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة عن حديث أبي قتادة في الصحيحين، أتى أمامة هذه بنت زينب، هو جدها صلى الله عليه وسلم، كان يلعب معها طبعا، وحضرت الصلاة، أذن بلال، ما عندهم خادمة ولا عندهم مثلا أطفال ولا عندهم يعني ألعاب أطفال، فإن تركها في البيت بتضيع الطفلة، وأمها خرجت في حاجة، فأخذ صلى الله عليه وسلم وضع على كتفه الشريف عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس في الفريضة، فإذا سجد وضعه وإذا قام رفعه، لأن شريعة. هو يريد صلى الله عليه وسلم يرسل رسالة الرحمة ورسالة الأبوة ورسالة رعاية الأطفال والتواضع وجواز الحركة للحاجة في الصلاة. ترى طلع من الحافظ بن حجر يمكن 20 فائدة في فتح الباري أيها الأخوة، هذه مسألة. فالله يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمعوا مني، ليس في العالم أحد كلامه ومزحه وضحكه وبكاؤه وطعامه وشرابه ونومه ومشيه شريعة يتحبد بها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى المزح إذا مزح شريعة، وإذا بكى شريعة، وإذا ضحك أقرك في أمر شريعة، لأنه حتى يوم ضحك يقول علماء كما تعرف الآن من الأربعة جواز الصلاة للجنب والتيمم إذا خاف على نفسه الهلاك من نتة القصر. لم يقل صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا ضحك. عمرو بن العاص طبعا من زعماء الصحابة في الدنيا، يعني كان صلى الله عليه وسلم اسمع القاعدة، يقدم في أمور الآخرة الأتقى ويقدم في أمور الدنيا الأقوى. إذا جاء في الفضل والعلم والصف الأول والإمامة والخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذا جاء في السياسة الدنيوية والجيش خالد بن الوليد ما أسلم متأخر، وعمرو بن العاص ما أسلم متأخر، حتى كان في جيش عمرو بن العاص عمر بن الخطاب تحت راية عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه داهية، ولأنه يقول قيل الإمام أحمد يولى التقي القوي الفاجر أو الضعيف التقي، قال يولى في ولاية العامة القوي الفاجر لأن فجوره على نفسه وقوته المسلمين، والضعيف التقي لا تقواه لنفسه وضعف على المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا ماذا حصل؟ راح بالصحابة عمرو بن العاص أصابته جنابة تيمم وصلى، فراح الصحابة شكوه إلى معلم الشريعة عليه الصلاة والسلام النبي المعصوم، قالوا صلى بنا عمرو ما يعرفوا الحكم وهو جنب، فأتى صلى الله عليه وسلم قال صليت بقومك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إن الله يقول، واللي أتى بالآية صلى الله عليه وسلم، والذي أتى بالقرآن هو صلى الله عليه وسلم، والذي علمه إن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فتأول فضحك صلى الله عليه وسلم. ضحكوا هنا شريعة، انتهى الموضوع، يعني جائز هذا الأمر، ضحكوا صلى الله عليه وسلم، فصلى الله وسلم عليه الذي جعل الله تبسما وضحك وبكاء وكل حركة شريعة من الشرائع. والله عز وجل تكفل لهذا الإمام وأثنى عليه بأنه حفظه من الناس، حفظه من الاغتيالات، وحفظه من المستهزئين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالوا حفظ الله منهجه وحفظه من يكفي المستهزئين، كفيناك المستهزئين، وحفظه من الاغتيال. كم مرة تعرض للاغتيال عليه الصلاة والسلام؟ 11 مرة ونجا منها بإذن الواحد الأحد، وينجو ويرجع اللي يريد يغتاله مسلما مجاهدا معه من أحب الناس إليه. لكن اللي بيجي يريد القتل يريد يقتله يتحول إلى أقرب وأحب أصحابه ويصبح خادم للدين بعد ما كان يريد الفتك به عليه الصلاة والسلام. خذ نموذج عمير بن وهب القرشي، فتاك هو، شوف إذا عاد يسموه مصارع مكة مثل محمد علي كلاي الآن في العصر ذا، شيء مذهل، يقولون كانوا كثير يأكل جفر كامل ويقولون يأكل عجل، وفتاك حتى يوم انهزموا قريش في بدر قالوا ما لها إلا عمير بن وهب بنذهب إليه، إذا رأيته كأنه نصب
وفتاك يشرب الدم، ما مرة ما يمزح معه في هذا، وعنده سيف يسقيه السم فيتحول السيف إلى أزرق. قالوا صفوان بن أمية غني من أغنياء مكة الذي قتل أبوه أمية بن خلف في مكة، قال تعال يا صفوان تحت ميزاب الكعبة ما شاء الله ليلة 14 ليلة القمر بيدير المؤامرة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد صلاة العشاء. المال عندي الذهب ما شاء الله يبرق مع القمر، السبائك هذا ينحل القلب يصيب جلطة يدوخ. قال والهدم هدمي وأولادك أولادي ونريد تفتك بمحمد. قال وأهلي؟ قال أهلك أهلي والهدم هدمي والدم دمي. فأخذ المال وقال أنظرني شهر، فأخذ يسقي سيفه سما حتى أصبح السيف أزرق، ومشى في الليل، مشى في النهار، وكان مشى كان يمشي في الليل وينام في النهار. وبعد يوم عاشر وصل إلى المدينة يريد الفتك بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويدرسهم وهم في المسجد، لا حرس ولا جيش ولا جنود، ويأتي بالسلاح بالسيف أقبل وأقبل مثل وين شيء مذهل من أشجع العرب وأقوى العرب وأفتك العرب. فانتبه يا عمر بن الخطاب صاحب الفراسة، قال يا رسول عمير بن وهب يتعارفون عاشوا سوا يعرفون عمير بن وهب يا رسول الله. قال دعه. قال يا رسول عمير بن وهب، وقام عمر يأخذ ثلاثة. قال دعه يا عمر. قال يا رسول الله هو متوشح بالسيف. قال دعه. فأقبل يريد يفك السيف يضرب بالسيف ارتعد، يريد يخرج السيف ما خرج، أصابه الله بوهن، أصابه الله بضعف، أصابه الله بذل. قال اجلس يقول صلى الله عليه وسلم. قال ماذا جابك يا عمر بن وهب؟ الآن شوف بيقلبها في ساعة في لحظة. قال أتيت فادي الأسرى الذين عندك من بدر، يعني أتيت أسعى في المفاوضة، كذب يعني صنعها الآن في اللحظة. قال أتيت فادي الأسرى؟ لا والذي نفسي بيده أنك جلست مع صفوان بن أمية ليلة كذا وكذا تحت ميزاب الكعبة، فقال لك كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وما كان الله يسلطك عليه. قال من أخبرك؟ قال نبأني العليم الخبير. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم يتحول مجاهد، ثم يموت شهيد في الشام، ويكون من الشهداء عند الله، ويكون من أعظم من يفادي هذا التوحيد وهذه الرسالة الخالدة، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. وقصص في محاولة الاعتداء على شخص الكريم كثيرة. قال له ربه والله يعصمك من الناس، كانوا يحرسونه، فنزلت هذه فقال لهم عند الباب قيس بن سعد بن أبي وقاص اذهبوا فقد حماني ربي، حتى يقول كما مر معنا كأنه فرد من مهابته في موكب حين تلقاه وفي حشم. أما أعظم ثناء على أخلاقه فلا يوجد في القرآن أعظم من قول الباري وإنك لعلى خلق عظيم. قال مجاهد دين، وقال بعضهم بل سائر الخلق، وهو الصحيح، كل أخلاق عظيم، لم يقول كريم ولا حليم، وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم خلق في العالم خلقه عليه الصلاة والسلام. نستطيع نصلي وقد نصوم وقد نزكي ونحج، ولكن أصعب شيء أن نطبق الأخلاق. عندنا أزمة في الأخلاق، أكثر مشكلتنا الآن اجتماعية من الأخلاق. أكثر القضايا الآن في المحاكم هي من سوء الأخلاق، قطيعة الرحم سوء الأخلاق، جفاء الجيران وغدر الجيران من سوء، قطيعة الأنساب، التحارب بين المسلمين، التقاتل، سفك الدماء، كلها أزمة أخلاق. أما هو فزكى الله خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا هو الميسر عليه الصلاة والسلام، والله الذي نفسي بيده إن يكفي أن نقدم خلقه في أبسط معاني الحياة ليسلم الناس. وإني رحت ميونخ ليقوم أحد الناس مع عبد الحليم من مصر، شيخ كبير في الثمانين قام هناك، قالوا ترجم لهم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلمون. أكثر بلد الآن دولة تسلم ألمانيا. مكتوب في ميونخ يقول النبي الأمي إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تعامله مع الناس، يقول له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. أنا بسألكم سؤال في مسألة، أنا قلت في مناسبة وأقولها الليلة لكم في هذا المسجد المبارك، ليتنا نتعامل مع أصدقائنا وزملائنا مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائهم من المنافقين. نتعامل معهم ب5 أشياء ما نطبقها نحن كطلبة علم. طلبة علم ما يطبقون الدعاء، شو انظر الإخوة أهل الحي ما يطبقونها. فإن يقول العلماء تعامل مع المنافقين ب5 أمور: نصح لهم بالتي أحسن، عفى عنهم، قبل عذرهم، استغفر لهم، وكل سرائرهم إلى الله. طيب نحن مع أصدقائنا نستغفر لهم دائم؟
إلا في غيبة ونميمة. نحن نعفو عنهم إذا أخطأوا، نحن نكل سرائرهم إلى الله، لا ننقب عن سرائرهم ونفضح بهم ونقول قصدوا كذا وكذا. طيب ننصحهم بالتي أحسن، نعفو عنهم، نستغفر، نعذرهم، نقبل عذرهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل العذر، كلها فيه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا مشهد، حتى عمر كان يبكي في حياتي بعد ما وقف هذا الموقف. عمر كان يبكي بعد ما تولى الخلافة ويتصدق يقول عملت أعمال. ما نسي عمر موقف صعب، لأن عمر من الحماس للدين ومن النصرة ومن القوة يتصرف كذا بقوة، ويعذره صلى الله عليه وسلم. يقول مثل يقول ابن تيمية في مدارج السالكين، قال ابن القيم قال عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما عذر الله موسى لما ألقى الألواح وفيها كلام الله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ بلحية من؟ بلحية هارون وهو نبي مثله، وعذره الله. ليش؟ لأنه صادق. بينما المنافقين ما عذرهم الله عز وجل. المنافق يقول إذا لي ولا تفتني، كفر بس بكلمة واحدة، لأنه كافر أصل قلبه خبيث. ما أنتم معي؟ يعني قال كلمة، قال إذا لي ولا تفتني، كفره الله سبحانه وتعالى. فماذا حصل من عمر؟ يا أخي انظر هذا المشهد اللي عمر يوم تولى الخلافة كان يبكي وحده ويقول أنا أقوم بهذا؟ وين يعني كانوا وين عقلي أنا؟ يأتون إلى عبد الله بن أبي بن سلول، إذا سئلت من هو أكبر حربة ضد الدعوة والخالدة في المدينة المنورة، من هو حربة المنافقين، من هو الحية الرقطاء، من هو السم الزعاف الذي شك في الرسالة وقدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وانخذل بالجيش يوم أحد ثلث الجيش، وتآمر مع اليهود ضد الدعوة، وسب الرسول والصحابة عليه الصلاة والسلام، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قل عبد الله بن أبي بن سلول كان سبحان الله طويل وبديل وصبيح وكبير مثل البغل كبير، حتى يقول حسان شافه أكبر من هناك بس ما عنده قلب. قال حسان، وحسان ترى يرمي، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه أشد عليهم من نضح النبل. قال لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير، إذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، مثل بعض الناس مثل العمود هذا سارية، لا صف أول ولا قرآن ولا صلاة ولا بر والدين، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. السائل الدين كل الإسلام. ماذا حصل؟ أتى ابن عبد الله سمع شائعة يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقتل أباك، وترى بيرسل واحد من الصحابة لقتل أبيك، وابن عبد الله مجاهد مؤمن صادق صوام قوام، شوف يخرج الحي من الميت شاب. فأتى بالسيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنت تريد قتل أبي؟ قال من قال لك؟ قال يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي، إن كان يا رسول الله تريد قتله فارسلني أنا، والله لآتينك برأسه الآن، لكن لا ترسل أحد يقتل أبي، لأني لا نطيق أرى قاتل أبي يمشي على وجه الأرض إلا قتلته أنا آتي. قال وإذا أرسلتك تأتي برأسه؟ قال والله يا رسول الله لئن أرسلتني لأذبحنه وآتي برأسه. قال بل نصحبه خيرا. اسمع الكلمة، يقول أقول بنصبر، خلنا نصبر ونصحبه خير. اسمع الموقف، اسمع الداهية الدهيان. مات فجأة، مات هذا البغل الكبير المنافق الضال بشحمه ولحمه، سحبوه في المسجد. أتى ابن عبد الله قال يا رسول الله مات أبي، صلي عليه، وهو منافق في الدرك الأسفل منه. قالوا صلي عليه. شوف الخلق، لأنه في مصيبة. قال يا رسول الله طمع، قال تعطيه ثوبك الذي يلي بدنك الشعار مثل فنيلة يعني. قال واعطيه. فنزع صلى الله عليه وسلم في غرفته وطلع الثوب له. قال يا رسول الله أحضره؟ قال تعال بي. حطوه في الصف الأول وشوية، وإذا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، صلاة جامعة. أقبل الصحابة، امتلأ المسجد، أقبل عمر بن الخطاب فاروق الإسلام أبو حفص. قال من الميت؟ قالوا عبد الله بن أبي بن سلول. قال يصلي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه، يقول إني بكيت بعد، وإني عملت ذلك أعمال كفرت. فأتى بين الجنازة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وقف، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد يكبر، خلاص عاد بيكبر صلى الله عليه وسلم، فوقفوا قدام الجنازة. قال يا رسول الله تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال نعم أصلي عليه. قال يا رسول الله أمن خذل بالجيش في أحد؟ قال إليك عني يا عمر. قال يا رسول الله ما يقول هو ذلي ولا تفتني، أو لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز؟ قال إليك عني. آخر حجة مستحضر عمر صاحبه عنده المتن. قال يا رسول الله ما يقول لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة؟ قال إليك عني.
والذي نفسي بيده لو أعلم أني إذا استغفرت أكثر من 70 غفر الله لم استغفرت. كبر صلى الله عليه وسلم. وأراد الله حكمة الله أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أن هناك لو لم يرد الله ما كان سكت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صلى، وإذا بجبريل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال العلماء يؤخذ منها أولا ليظهر رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظهر عفوه للناس، ويظهر اجتهاده بأبي هم صلى الله عليه وسلم، ويظهر مسائل في كرم خلقه أو أخلاقه عموما عليه الصلاة والسلام، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. ما هي مهمته في دعوته عليه الصلاة والسلام؟ يقول له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنت رحمة للعالمين. وأنا أقول للإخوة الدعاة الخطباء طلبة العلم: الذي لا ينهج نهج الرحمة في دعوته مع أسرته ومع المجتمع ومع الأمة فليترك الدعوة ليريح الإسلام، لا يشوه صورة الإسلام. الإسلام رحمة، الإسلام سلام، الإسلام سماحة. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفة السمحة إلا في الجهاد في موطنه الشرعي المعروف. هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام علق بعض المعاصرين قال: كان حتى رحمة للحيوان. الحيوان كان رحمة، أول رحمة للناس، للكفار والمسلمين عموم الناس، لأن الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. يعني وجوده صلى الله عليه وسلم حياته ترى عاصم. هي عندنا ترى يا إخواني يقولون عندنا عاصمان وعندنا نجاتان وعندنا حصنان وحرزان. حرزان ما هو؟ الحرز الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والحصن الثاني والحرز الثاني: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. تريد يحميك الله، داوم على الاستغفار. تريد ينصرك الله ويشرح صدرك ويسهل أمرك ويرزقك، داوم على الاستغفار. الاستغفار هو طوق النجاة. يقول ابن تيمية: الاستغفار ينقل العبد من الضعف إلى القوة، ومن الهم إلى السرور، ومن العجز إلى القوة والنشاط كما قال، ومن الذنب إلى التوبة. الاستغفار أمر عجيب، حتى في القرآن بين ذلك سبحانه وتعالى. هذا صلى الله عليه وسلم يعني وجوده أمان للناس، يعني هذه رحمة. الرحمة الثانية رحمته بالمؤمنين: وكان بالمؤمنين رحيما. تصور بأبي هم صلى الله عليه وسلم، وأنا أنظر بعض الأئمة جزاهم الله خير يصلي في المسجد فيطول حتى ما عليه من أحد. يقول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: واقتدي بأضعافهم. يقول انظر في أضعف الجماعة، أضعف أهل المسجد. يمكن واحد مصاب بالسكري، بالضغط، واحد مقعد يصلي على كرسي، واحد كبير السن في 80 في 90 عاجز، واحد عنده مرض سلس. يقول اقتدي بأضعافهم. ويصلي واحد يصلي بنا ويرتل سورة الواقعة مرة في مسجد إلى أن تضجر الناس وصاحوا بعد صلاة الفجر. طيب أنت إذا كنت نشيط ما تراعي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الناس؟ يقول في الصحيح صلى الله عليه وسلم: إني أدخل في صلاتي فأريد أن أطيل فيها فأتذكر فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. يسمع البكاء الصبي يعني الطفل في الصفوف الأخرى مع أمه، فيخفف عليه الصلاة والسلام خوفا لأن الطفل في أثناء الصلاة يشق على أمه صلى الله عليه وسلم. حتى من رحمتي بالمؤمنين يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك. الآن هل عندكم كلكم سواك؟ افرض أنه واجب السواك، يعني حرص علينا إلى هذه المسألة. يقول: لا أخاف أشق عليهم ولذلك أنا سامحتم ما بفرض عليهم. صلاة التراويح لو صلى صلى الله عليه وسلم رمضان يمكن فرضت، صلى 3 ليالي واختفى، طرق الصحابة صاحوا: اخرج يا رسول الله، تعال. صلى 3 ليالي ما خرج عليه الصلاة والسلام. في حديث زيد بن ثابت قال: ما خفي علي مكانكم البارحة، وسمعت الصوت سمعت الصياح لكني خشيت أن تفرض عليكم، جلس في البيت، نام في البيت، لأنه كان رحيم بنا عليه الصلاة والسلام. تصور أن صلاة التراويح فرض تضاف مع الخمس. صلى معاذ بن جبل بقومه فطول، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. بعث بالحنيفة السمحة، وكان رحمة حتى بالبهائم صلى الله عليه وسلم. أنا أذكر قصتين ترى صحيحتان، قصتان صحيحتان. الذهبي حسن حديث الجمل، وحسن أهل العلم في أبي داود حديث الطائر الحمرة. أما حديث الجمل، أنصاري أتعب جمله من الأنصار وأراد ينحر، أخذ المدي، أخذ السكين وقام يريد ينحر الجمل، فشرد الجمل وهرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مجلس الصحابة، وأتى الجمل بقوته سعى وأتى من أخبره؟ من؟ سبحان ربي. ووضع رأسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم جرانه ومد رأسه،
قال صلى الله عليه وسلم: علي بفلان صاحب الجمل، إن هذا الجمل يشكو إلي ما فعل صاحبه، أدأبه وأتعبه يريد أن ينحره. أعتقه صلى الله عليه وسلم. فكر، لا تقول هذا إنك بالغت في نقل الصور. أنا أحدثكم بحديث صحيح في المنتقى للجد بن تيمية. المنتقى للجد بن تيمية في المنتقى الأحكام. ابن تيمية اسمه أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. يقول الذهبي في مجمع الشيوخ: كان أبوه نجما وجده قمر وابن تيمية شمسا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. هذا جد مؤلف المنتقى ذكر عن ابن ماجه في الكتاب في المنتقى وصححه أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد ينحر الإبل في الحج في منى، كم ساق إبل عليه الصلاة والسلام؟ كم ساق عدي؟ كم إبل؟ كم ناقة؟ 100. نحر صلى الله عليه وسلم 63. لما أخذ الحربة ورأته الإبل أخذت تتسابق إليه يتوى ينحر أولا، كل ناقة تقدم صدرها طوعا، الناقة تفر من كل أحد إلا منه، كانت تقدم ناقة له ولا يمسكها أحد ولا يحاصرها أحد، حتى نحر 63. ثم أعطى الحرب أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لماذا نحر 63؟ لأن عمره بأبيه صلى الله عليه وسلم 63. قال العلماء الصراح وقف عند 63 وعاش صلى الله عليه وسلم 63. أما حديث الحمرة فخرج صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في ضاحية من ضواحي المدينة، بستان يعني حديقة يسمى الحديقة والبستان عندهم، أتت حمرة وترفرف على رأسه. قال: من فجع هذه بأفراخها؟ قال: أنصاري أنا شاب. أنا يا رسول الله أخذت أفراخها. قال: أعد لها أفراخها. فأعاد أفراخها في العش حتى نظمها شاعر اسمه ابن عنين، يقول: جاءت إليك حمامة مشتاقة، يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. يقول: من علمها أنك أنت عندك العدالة وعندك إقامة الحقوق وإعطاء الحقوق وحماية المستضعفين، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. أما أعظم كرامة أكرم الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام فهو أنه صلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة تولاها بنفسه. أنا رأيت حديث أورده من الكثير ولو فيه نظر يروى، لكن في السير يروى، يقول علماء في السير قال الإمام أحمد: إذا الملاحم والفتن تساهلنا وفي الحلال والحرام تشددنا. ذكروا الدارقطني والحاكم وابن كثير في الملاحم أنه صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت قال: إذا مت فغسلوني وكفنوني ثم انتظروا ساعة فإن الله سوف يصلي عليه. ثم انتظروا ساعة فإن الملائكة تصلي عليه ثم صلوا عليه زرافات وحدان. اللهم صل وسلم عليه. لكن أعظم من هذا الثابت، أنا رأيت هذاك بصيغة التمريض ضعف، أعظم من هذا أن يقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذي لم يصلي على النبيصلى الله عليه وسلم خاطئ طريق الجنة. الجافي، تعرفون البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يقول صلى الله عليه وسلم في أصل الحديث في البخاري لكن الزيادة ليست في البخاري، يقول: مري ابنك النجار يصنع لي منبرا. في حديث سهل بن سعد في أنصارية، يعرف عليه الصلاة والسلام تخصصات. إذا جاء حسان قافية وين حسان؟ الشان عارف الحسان يعني هو. ابن عباس التفسير، أبو هريرة الحفظ، أسعد الناس. أنا أقف مع موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يقول جالس، قال: ألا قوما نصروا الله بسيوفهم ألا ينصرونه بألسنتهم؟ قالوا: يا رسول الله كأنك تريد شاعرا منا. قال: نعم. قالوا: ابن رواحة. قال بعض النصارى: ليسوا بذاك، يعني بطل وهو أفضل من حسان ومجاهد وشهيد، لكن في الشعر ما هو بدرجة أولى. ابن رواحة ترى درجة أفق، أما الدرجة الأولى في العالم من أكبر الشعراء حسان بن ثابت. الملك لله، يحسن الرأس، تعرف يحلق الرأس ويطله كذا ويقطع ويكسر العظام. قال: علي بحسان. فأقبل طويلا، عاش في الجاهلية ترى 60 سنة وفي الإسلام 60. قال: كيفك؟ يقولوا يعني تجملنا مع الكلام، كيف يا حسان كيفك يعني مع الأعداء؟ فأخرج لسانه كأنه حية رقطاء وضرب برأس لسانه أرنبة أنفه. قال: معي هذا يا رسول الله، والله لو وضعته على شعر لحلقه ولو وضعته على حجر لفلقه.
فجلسه بجانب قال اهجهم وروح القدس يؤيدك والذي نفسي بيده انه اشد عليهم من نضح النبل. والله اني اقرا سيره وقصه الحارث بن هشام اخو ابو جهل، مات شهيدا، فر من بدر، ترى هو حضر مع ابي جهل، حضر مشركا طبعا، وقتل الرسول صلى الله عليه وسلم اخاه ابو جهل مع 70. مش سوى هو؟ شاف انه مغلوبين، الملائكه نزلت من السماء حتى يقول حسان وبيوم بدر اذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا محمد، تحركت السماء والارض، فرق تنزل، يقول كشكول فرق كشفيه، فرقه يقول يقودها جبريل، فرقه 36 مدمره جاء، يقول حتى بيوم بدر اذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا محمد، نزلت الملائكه. سوى الحارث بن هشام، هو ابو جهل وبطل وشجاع، اخذ البغله وسرد من المعركه وطب في مكة. قال وش وراك؟ قال قتل منا 70 ولا علي من القتل، لكن شعر حسان. يقول أكبر من هذا، يقول ما علي، لأن شعر حسان يعرفونه في عكاظ ويعرفونه في أسواق العرب وبيدمرهم، حتى يقول المتنبي تهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. يقول هين انك تنضرب وهي انك تجرح، لكن واحد يمرغك ويسحقك ويغسلك بهجاء يبقى ابد الدار، هذا اصعب شيء. ولذلك الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم واصبر على ما يقولون ولم يقل لا يفعلون، وهم على من فعلوا اكثر. ادموا راسه صلى الله عليه وسلم وكسروا ثنيته وشجوا راسه وضعوا السلا، قال اصبر على ما يقولون. لذلك ولا اعظم، قال ولقد نعلم انك يضيق صدرك به بما يقولون، ما قال يفعلون، فسبح بحمد ربك ومن استجب. قال ما عليه الا من شعر حسان. حسان ما حضر بدر، اخبروه الصحابه، قالوا ترى الحارث بن هشام فر بالبغله، قالوا اتركوه لي. بدأ يقول طوبى لمعترك من الآراء تشتي الضجيع ببارد بسام، حتى الحارث بن هشام بيجيبها، شوف كيف يسمى السنان بن توطئة. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت بنج الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا بفضل طمرة وجام. يقول الحمد لله على السلام، أهم شيء البغلة عسى يسلمت، أهم شيء البغلة، ما عليك من أخوانك ولا عليك من سادة قريش ولا عليك من الهزيمة، البغلة أهم شيء، واخطام البغلة. فأسلم الحارث فيما بعد وذهب إلى يرموك، قالوا كيف تذهب وأنت شيخ كبير في 80؟ قال أغسل شعر حسان عني، فقتل شهيدا رزقه الله الشهادة. ترى كان مع عكرمة بن أبي جهل وابن عكرمة يوم خالد أتى بالماء وقد طعن الثلاثة، هم من بني مخزوم، هم لأنهم عمان أبناء عمومة. فأتى خالد بالماء فقدمه الحارث بن هشام فأشار إلى عكرمة. شوف الأثرة أو الإيثار وقت في سكرات الموت يريد ماء وهم مطعون ومجروح، فأعطوا عكرمة قال لابني، أشار لابني، فأتوا إلى ابني قال لا عمي، يعني الحارث بن هشام. فعادوا الحارث فوجدوه مات، فعادوا العكرمة وجدوه مات، وعاد الشاب بابنه فوجدوه مات، فبكى خالد ورمى بالكوب وقال اسكهم من جنتك، يعني خرجوا لسبيلك. هنا أعظم ما يمكن تقدموه لأنفسكم ولو لم نحضر إلا نقول لكم تريدون جلاء الهم وذهاب الغم والحزن وكفاء الدين وغفران الذنوب، عليكم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أرجع إلى مسألة، نعم، في حديث سهل بن سعد مر ابنك النجار يصنع لي منبرا، فأتى صنع له 3 درجات. هذا أصل الحديث في البخاري. زاد بعضهم في المسند وغيره، فصعد صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى ثم التفت إلى الناس، اسمع الخطابة يا أخي، والتأثير والقلب، أثر قلوب الناس عليه الصلاة والسلام، أثر فيهم بالبلاغة والفصاحة والسماحة. قال آمين. هاي تصور المشهد، أنت جالس في الصف الأول وتشوف أصعد الدرجة الأولى آمين، ثم صعد الدرجة الثانية ثم يلتفت آمين، ثم يصعد الثالثة ويقول آمين ثم يجلس. قالوا أمنت يا رسول الله؟ هذا السؤال ليش أمنت؟ قال صعدت الأولى فأتاني جبريل فقال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قلت آمين فصلى الله وسلم عليه. صعد الثاني قال رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قل آمين، قلت آمين. رغم أنف الثالثة من أدركه رمضان فلم يغفر، قل آمين، قلت آمين عليه الصلاة والسلام. هذه خطبة، هذه أكثر شيء مؤثر في العالم، بالحركة والصورة والنقل واستدعاء المشاعر والتشويق للمشاهد والتوطئة وجر المشاهد له عليه الصلاة والسلام، ثم تكون 3 أسطر، ثم ماذا؟ ثم يتركه معلما أمام الناس عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. الفتح، أعطاه الله الفتح ووعده بالفتح، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح؟ الفتح كله، هذا الصحيح من أقوال العلم، الفتح كله. فتح له القلوب عليه الصلاة والسلام، فتح له الأسماع والأبصار،
فتح له المدن عليه الصلاة والسلام، فتح له الخزائن والقناطير المقنطرة. قبل سنة يا إخوان والله إني وصلت شرق الصين، تصور شرق الصين في لانجو، وقلت له في بعض المحاضرات إنها مقاطعة فيها المسلمون 134 جامع، وإذا قلنا له محمد صلى الله عليه وسلم ويترجم المترجم اسمه بهاء الدين يحفظ القرآن كالفاتحة يبكون بس اللي يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوم جينا من بلد الرسول صلى الله عليه وسلم كادوا يسنون، غلوا فينا غلوا، لأن قالوا أنتم عرب، النبي صلى الله عليه وسلم عربي، يقولون في الهند وفي الصين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم شرفه الله وشرف العرب به أنه من العرب، ويناظرون فينا يعني عرب منكم الرسول صلى الله عليه وسلم، عرب نزل القرآن بلغتكم. فانظر كيف فتح الله له فتحا عظيما، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام وينزل عليه. ترى ورد في السير أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة وقال له ربه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول نكس صلى الله عليه وسلم رأسه حتى كادت لحيته تصل قربوس الناقة تواضعا لله. رأى الأعلام والحشود 10,000 مقاتل، كل كتيبة 1000، وكلهم مدججين بالسلاح، ما يرى إلا عيونهم، وينتصر على أعدائه وتسقط الأصنام ويفتح له الدنيا، ثم يأتي يخطب عليه الصلاة والسلام. ويوم يمسك بحلق الكعبة قال ما ترون أني فاعل بكم، بعد ما جرد من السيوف والرماح. تصور أنت في المشهد، تصور أعداء أمامه، بالله عليك تصور لو كان زعيم من زعماء الدنيا، بالله عليك لو كان رئيس سفاح من ناس أخرجوه وآذوه وشتموه وضربوه ووضعوا السلاح على رأسه وتحالفوا ضده وقالوا إنك شاعر وكذاب صانه الله ومفتري وكاهن، وتالبوا مع اليهود ضده وجوعوه وضربوا بناته وشجوا راسه وكسروا ثنيته وردوا دعوته وقتلوا أصحابه وعمه ثم وباعوا أملاكه، ثم يدخل فيقول ما ترون أني فاعل بكم. يقول السقاف الأديب في الكلام ضمير مستتر، يعني معنى الكلام صادق، الدولة عندي والسيف معي وأنا منتصر، وش تتوقعون يعني؟ خمنوا يعني. قال ما ترون أني فاعل بكم، في كلام مستتر هذا الصحيح. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما شاء الله ذا الحين أخ كريم، ما اكتشفوا بدري ما شاء الله. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. ترى الناس بكوا ذاك الوقت، وترى هذا أكبر موقف يبكي في العفو، أعظم موقف في التاريخ هذا هو. إذا سئلت ما هو أعظم موقف في العفو تتذكره إذا أردت تعفو عن من أساء إليك من قريب أو صاحب أو أخ أو مسلم، تذكر هذا الموقف. أصدر مرسوما عاما العفو عن الجميع، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا حاسب أحد، ولا قال ضربتني ولا أخذت مالي ولا تعرف. راحوا بيوتهم، من دخل بيته فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، من دخل دار بسفن فهو آمن. فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الثامن غفران الذنوب له عليه الصلاة والسلام. تصور أن يقول له الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مغفور له عليه الصلاة والسلام، لا يؤاخذه أبدا. حتى أراد الله يعاتبه سبحانه على المنافقين لما أذن لهم قبل ما يعاتبه قال عفى الله عنك. الآن باقي بيجي الكلام، لكن قبل عفى الله عنك. لما أذنت لهم؟ ما قال لما أذنت لهم عفى الله عنك. يقول الناس إن الملامة العفو يأتي بعد الملامة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قدم له قال عفى الله عنك حتى يطمئن. لما أذنت لهم؟ فصلى الله وسلم عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويعلم عليه الصلاة والسلام أن الله غفر له، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة أما غفر الله لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ليش يعني تتعب نفسك ولماذا تشق على نفسك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فصلى الله وسلم عليه. هو المغفور له بأبي همي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه. أما التاسع فهو تمام النعمة. قال له ربه ويتم نعمته عليك. ما هي النعمة التي تم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ترى هذه نزلت في عرفة وهو يحج بالناس عليه الصلاة والسلام ويخطب. يقول بعض العلماء لما نزلت ويتم نعمته عليك، ترى ناقته ما تساوي 100 درهم صلى الله عليه وسلم، وترى كان يربط الحجر على بطنه، وترى ما عنده إلا غرفة من طين. طيب وين النعمة؟ في قصور، في دور، في قناطير مقنطرة، في بنوك، في ذهب، في فضة، في أودية من المال. يتم نعمته عليك
ما يجد دقل التمر يشبع بطنه، أحيانا ما يجد الشعير عليه الصلاة والسلام، ولا زال حتى مات. قال العلماء يتم نعمته عليك، ليس النعمة اللي نتصورها نحن، لأن القلوب الخاوية الضعيفة الهزيلة مثل قلوبنا تصور النعمة هي السيارات طبعا والمناصب والبنوك والأراضي والعقار والحدائق. لا، ليتم نعمته عليك الشريعة والسنة والصلاة وذكر الله وحبه ورضوانه والتوبة والمسارعة في الخيرات وولاية الله ورضوانه عليك وتوبته عليك وتوليه، ثم لا يكون عن الدنيا أي شيء. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سريبا. خذوا قصتين قصيرتين برقيتين عاجلتين سريعا. محمد بن واسع الأزدي إذا قرأتم ترجمته فترحموا عليه. محمد بن واسع الأزدي من العلماء الأولياء الزهاد العباد الكبار المحدثين. محمد بن واسع الأزدي حضر قندهار في غزوة المسلمين في قندهار مع قتيبة بن مسلم القائد المظفر الميمون الشجاع البطل الكبير. فلما صفوا رأى قتيبة بن مسلم صفوف الأعداء في قندهار، وقال بعض المؤرخين في كابول لكن متقاربة، قال التمسوا لي محمد بن واسع، عنده جيوش مثل جبال قتيبة وجيوش الأعداء. فذهب رجل يلتمس محمد بن واسع، وإذا هو صلى ركعتي الضحى ورفع أصبعه واتكى، جعل كوعه ويده وساعده على الرمح يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. فرجعوا قالوا بشرك، وجدنا محمد بن واسع يقول يا حي يا قيوم ويدعو. فبكى قتيبة وقال والله إن أصبع محمد بن واسع عندي أقوى وأفضل من 100 سيف شهير ومن 100 شاب طريق. 100,000 ما هم 100، من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طريق. فلما انتصروا وفتحوا أتوا بمثل، ذكر الذهب ابن كثير، مثل رأس الثور ذهبا خالصا من الكفار غنيمة. قال الوزراء حوله مستشارين قتيبة أترون أحدا من الناس يعرض عليه هذا ويأباه؟ قالوا والله أيها القائد لا، ما يعرض لأحد. قال والله لأرينكم بعض أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذهب عندهم في ذات الله أرخص من التراب. اللهم لا تخيب ظني في محمد بن واسع، عشان لا تندري بالموضوع يا الله جملنا. قالوا أحد العسكر الجنود اذهب به إلى خيمته وأعطه صدق به. قال فذهب إليه قال هذا ذهب، فنظر إليه محمد قال لا أريده، قال لا أنا مأمور أني أتركه. قال خذ الذهب مثل رأس الثور خالص 100 الألوف من الدنانير. قال لا خذه. فرماه العسكري قال وذهبت واندسيت اختفيت وأنظر ماذا يفعل. فمر سائل في الجيش في الخيار يا عباد الله من مال الله يا عباد الله، فخرج بالرأس وأعطاه. فلحق السائل وخذه وعاد إلى قتيبة قال الحمد لله الذي لم يخيب ظني في محمد بن واسع. يقول الذهبي قالوا له لماذا لا تتكي محمد بن واسع؟ ما يتكي. قال لا يتكي للآمن، أنا لم آمن. قالوا متى تأمن؟ قال إذا تجاوزت الصراط، أما قبلها لا. يقول لم يتكي أبدا، خائف وجل رحمه الله. اغتاب رجل عنده قال قاتلت الروم؟ قال لا. قال قاتلت الترك يعني الكفار قبل في ذاك الوقت؟ قال لا. قال يسلم منك الروم والترك يعني كانوا مشركين قبل وثنيين، ولا يسلم منك أخوك المسلم؟ أما تذكر إذا وضعوا القطن على فمك، القطن يعني في سكرات الموت، كيف تغتاب؟ انظر المدرسة الربانية الذي هم من طلاب الرسول عليه الصلاة والسلام. العاشر ويهديك صراطا مستقيما، وهو الذي يسأله صلى الله عليه وسلم في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وهي رسالته ودعوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعذرنا صلى الله عليه وسلم. ترى يصلي ويقول خذوا عني صلوا كما رأيتموني يصلي، ويحج يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلى الله عليه وسلم عن الحياة من رغب عن سنتي فليس مني. لم يعذر، لم يقول خذ راحتك أو خذ برأي أبي بكر وعمر أو عثمان أو علي أو رأي الصحابة، لا، كان ينص صلى الله عليه وسلم على سنته وسيرته أبدا، حتى يقول له رب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. أعجبني كلمة لأحد العلماء علق بها على هذه الآية، أول مرة أقرأه على هذه الآية، ليست في التفاسير أبدا. يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال والله لا تؤمن حق الإيمان حتى تحكمه في حياتك، تحكمه في عبادتك في صلاتك
تحكمه في حجك، تحكمه في نومك، تحكمه في طعامك، تحكمه في لباسك صلى الله عليه وسلم. إن كانت تبغى النجاة ما تأخذ شيء. بعض الناس الآن ترى يقترح يأخذ من السنة اللي يناسبه ويترك اللي ما يناسب، يقول الدين سهل. لقيت شابا مربي شعره هنا قلت وش هذا؟ وحليق. قال السنة. قلت طيب السنة في راسك ولحيتك ما في سنة؟ على من تضحك يعني؟ معروف يعني بلغ من حرصك، لأنهم يحتجون يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ربى شعره، يريد يحتج أمام الجمهور إن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق شعره. قلت إنك لو أطلقت لحيتك صح كنا قلنا صح، بس كذا مشقلبة يعني تأخذ اللي يعجبك. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تدوينا وتهوينا. خذها جميعا تجد فوزا تفوز به، أو فاطرحها وخذ رجس الشياطين. أشعب الطماع راح يطلب الحديث، تعرف هو مزاح ويعلقون عليه المدينة، وفي مزاح وعيارة ودعابة شديدة. حتى ابن عمر رضي الله عنه ضحك منه، فغاب عن ابن عمر وغاب عن بعض السلف التابعين. قالوا يا أشعب وين أنت؟ قال طلبت الحديث الحمد لله شهر كامل. قالوا ماذا حفظت؟ قال حفظت 3 أحاديث. قالوا ما هي؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم الأول يعجبه الحلوى والعسل، هذا الشيء. الثاني إذا حضرت العشاء والعشاء بدأ بالعشاء قبل العشاء. الثالث كان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء بالرطب، كلها في الأكل والمطبخ ومسك. وغاب، يقول علي بن عمر ذكر الذهبي بن كثير، فلما غاب حضر. قال ماذا حفظت؟ قالوا له أصحابه ماذا حفظت يا شعب؟ قال حفظت حديثا منه صلى الله عليه وسلم. حدثني عكرمة، شوف على السند على طريقة البخاري وأحمد. قال حدثنا عكرمة. قال حدثني ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على خصلتين دخل الجنة. نسي عكرمة خصلة ونسيت الثانية. غفر الله لنا. طيب وش اللي استفدنا؟ وش اللي جاء؟ فين يعني كل السند هذا يساق؟ فقضية قصدي أن بعض الناس ترى ما يأخذ منهم أخذ العودة والسجارة وما عرف أن نسمع السيارة، مقلد للغرب. لكن إذا أتت في أمور تنفعه في الإسلام قال أنا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا إن كنت تريد النجاة في سلوكك، في أخلاقك، في لباسك، في تعاملك، لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما 11 والأخير فهي التوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تصور صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بعد الجهاد والجلاد والتضحية والفداء بأبي هم صلى الله عليه وسلم والجوع وربط الحجر على البطن والطرد من أرضه ومن دياره ومن مرابعه ومن أرض فتوته عليه الصلاة والسلام، والتهجم على شخصه الكريم وعلى عرضه النبيل عليه الصلاة والسلام، يقول له ربه في آخر لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار. يقول أبشرك إن الله تاب عليك. لا إله إلا الله. بعد هذه الحياة يقال له الله تاب عليك. يقول ابن تيمية التوبة أول المنازل وآخر المنازل. ويقول له في آخر عمري، ويبكي أبو بكر لما نزلت السورة. قالوا الصحابة ماذا يبكي هذا الشيخ؟ لأنه كان أفقههم، أبو بكر كان أفقههم وأفهمهم. أنزل الله إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبكى أبو بكر. قالوا مالك؟ قال ما بعد التمام إلا النقص، لأنه ما دام قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا خلاص. يقول له ربه إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول إذا فتح الله عليك نعرف أنك جاهدت معنى الكلام يعني، وأنك بذلت وضحيت، لكن استغفر وتوب ترى الفضل لله، ونعلم أنك قدمت الغالي والرخيص والنفس والنفيس، لكن استغفر وتوب إلى الله. إن بعضنا الآن يشتغل في الدعوة في مكتب بشتركم براتب وعنده انتدابات. يقول واحد في مذكرة، يقول كتب واحد من طلبة العلم في الرياض كتب مذكرة العمل الدعوي. يقول بعضهم الآن يقول يفصل من العمل الدعوي. قلت ليش تفصل؟ قال أنت تعمل مع ناس ما يقدرون الجهود. الله أكبر، ما يقدرون الجهود. طيب أنت تتعامل مع ملك الملوك سبحانه وتعالى، أنت أجرتك على الله سبحانه وتعالى تدعو ذلك. فيقول هنا يقول ابن الجوزي، قلت للإخوان قبل صلاة المغرب اللهم إن الناس يدلون يعني يحرجون على دنياهم، وأنا أدل عليك وعلى جنتك أسألك أن تعطيني أجر الدلالة يوم القيامة. نبغى أجر الدلالة. ترى غالب الناس، صاحب الإحياء الغزالي يقول انظر الناس في أسواقهم مثل أسواقنا طبعا،
الناس بعضهم الآن ومن حقهم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لكن كل حياته للدنيا، يحرج على السيارات من الصباح إلى المساء، ما كم نقول صياح، ويا الله يلحق الصلاة، ويا الله يصلي ولا يحضر ولا يذكر الله، وليس له ورد في القرآن، وهذاك يحرج على الأراضي، وهذاك في البورصة والأسهم، وهذا من الذي يحرج على الجنة؟ ما الذي يدل على الجنة؟ إنهم أولياء الله. هذا هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة فإني أقف وقفات سريعة معه صلى الله عليه وسلم في تعامله عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه. أبا عمير ما فعل النغير طلع عنها ابن القاص الشافعي 60 فائدة من هذا الحديث، 60 فائدة، لأن الزنادقة الملاحدة يقولون أهل الحديث يروون أحاديث كالحافظ بن حجر ليس لها فوائد وليس لها منافع وليس فيها فقه، يقولون يا أبا عمير ما فعل النغير، وش هذه الفائدة من هذا الحديث؟ فالشافعي أخرج من 20 فائدة، ثم استمر الإخراج إلى أن جمع ابن القاص أكثر من 60 فائدة. وسبب الحديث، والبخاري باب متى يصح سماع الصغير، باب تكنية من ليس له ولد. البخاري في العبقرية، يعني إنه طفل ما له ولد تكنيته، تقول يا أبو فلان ما عنده ولد. المقصود أظن ذكره في 3 أو 4 مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنس أين أبو عمر؟ يقول أبو عمير، يقول صغره للتحبيب، أخوك يعني طفل يأتي يحضر مع أنس عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله مات نغر له طائر كان يلعب به في البيت يربطه، طفل صغير مات الطائر هذا فجلس حزين في البيت. قال قوموا بلا إله. صور سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة، المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى، يقول قوم وهو مشغول بالناس. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهر بن عاشور في تونس يرى أن صلى الله عليه وسلم واجه الحياة ب10 شخصيات، واجهها قائدا ومربيا وسياسيا وعالما وأبا عليه الصلاة والسلام وقائد الجيش ورئيس الخزينة عليه الصلاة والسلام. فماذا حصل؟ قال طيب، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا بنا إلى هذا الطفل يا أبا عمير، انتبه إلى هذه القصة. فذهبوا إليه، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وأخذ صلى الله عليه وسلم يعزيه ويسليه في موت طائر، يلعب بطير، ربط عصفور أو طائر مثل النغر صغير ومات، يعزيه وهو مسؤول بالوحي والشريعة وإقامة العدل في العالم. هذا شريعة أصلا، لأن بعض الناس يترك الواجبات بحجة الصلاة. يقول ابن القيم في مدارج السالكين إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا. بعضهم إذا دخل الضيف قام يصلي في المقلد، ما شاء الله وشهادة الفتح بالله. وإذا من قام مثلا يبغى يذبح له يستخير الله سبحانه وتعالى ويتعوذ من الشيطان الذي لبس عليه علشان لا يتورط فيذبح أو يقدم طعام. وبعضهم إذا تزوج يبقى يقوم الليل ويهمل زوجته تماما. وبعضهم من فقهه جيد مع في البخاري في الأدب باب يقول زيد بن ثابت باب الدعابة مع الأهل والوقار مع الناس، قلبناه حنا جعلنا الدعابة مع الناس والمزح في الاستراحات والخرجات والشيلات والجلسات، ويرجع الواحد لث جثة هامدة ميتة مع أطفاله، بل بعضهم الآن يخاف أطفاله منه. بعض الآباء إذا دخل أطفال قال جاء الوالد سكتوا، كانوا يضحكون، كانوا يمزحون يسكتون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، جاء سكت. والله لبعض الآباء أذكرنا أن إذا ضحك ويعرف المشاكل، إذا ضحك طفله قال اسكت ما تأدب، وش وقت ضحك الآن؟ وهو صلى الله عليه وسلم كان يستدر أن يضحك الأطفال، وكان يأتي بالحسن والحسين يضحكهم صلى الله عليه وسلم، وكان يلعبهم مقصود بأبي هم صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل عليهم السرور. حتى العلماء في قوله سبحانه وتعالى ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، إنها مقصودة معروفة عند الأنبياء حتى عند يعقوب، حتى لما أرادوا يستدرون عطف يعقوب بيوسف إخوانه قال ارسلوا معنا غدا ويرتع ويلعب، إحنا نبغى ننزهه ويغير جو ويمزح معنا. فتنازل يعقوب عليه السلام ما دام لكم ما شاء الله بتمازحون يوسف وبتسابقون معه وعسى يلعب معكم ويرتاح، ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب. ولذلك قلت يا أخوة إن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى في الطفولة بأبي هم صلى الله عليه وسلم حق الطفل في الضحك، حق الطفل في المزاح، حق الطفل في الحياة، حق الطفل في الملاعبة، حق الطفل في المداعبة. بعضهم الآن في مكة مرة قدموا لنا طفل يمكن 4 ولا 5 سنوات يحفظ متون، حشروه بالمتون من 4 و5 سنوات والبيقونية وما أدري وش متن ثاني، ويحفظ ملحة الإعراب
وبعد القرآن. طيب شوية يا أخواني، مروا أبناكم بالصلاة ل7، خلوا شوية يعني، خفف بعض ما ألفية العراقي وألفية السيوطي وألفية ابن مالك، عاد كله يتحرك متن مسكين الصغير هذا لو بيخرج منه 20 متن، علشان إيش يعني؟ العمر موجود، ولا بد أن نراعي سنة الله في خلقه سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، دنا الأذان. أنا أريد الوقفات معكم. أولا أريد منا جميعا أن نتبع هذا الإمام المعصوم ونقرأ سيرته، وأطلب منكم كل يوم لو حديث واحد تطالعون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هديه في اليوم مع القرآن. اجعل لك ورد من الحديث النبوي، ورد لو حديث أو حديثين. بعض المشايخ يقترح حديثين من رياض الصالحين. رياض الصالحين يكون عندك في البيت مع أطفالك، اقرأ حديثا واحد حديث. وأخبركم بشيء، والله لو أخذت حديثا واحدا وبلغته مع طاعتك وعبادتك فقط وشغلك الشاغل، إني أسأل الله أن تكون من السعداء في الفردوس الأعلى. أنا أخبرتكم من واحد في حياته شايب كبير توفي غفر الله له، تخصص فقط في كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله عليه، يقولها في الأعراس والزواجات واللقاءات وكل مكان، حتى يسمون جماعته كلمتان خفيفتان، كل ما جاء قالها. ومات عليه أغمي عليه مثل حادث السيارة 3 أيام كان يقولها حتى مات. أنا أقول لكم حديث الآن يدور عندنا في التويتر والفيسبوك، وأقول الأخ أحمد الهاشمي والأخ عبد الله حاكم والإخوة، أقول أديروه دائما في كل القنوات وفي كل وسائل الإعلام. ومعنا هشام الأمين في الإعلام في القنوات واليوتيوب الثلاثة، ولو أنه نور فريد عذرت. أديروا هذا الحديث. وأنا أقول يا أخوة، ترى إذا قمت بهذا الحديث، كان بن باز غفر الله له سماحة الشيخ ينبه علينا وفي الدروس، ونور العاد درب يكرره، وترى ما كان حضر دروسه الصباح في المسجد، ما كان يبدأ الدرس حتى ينتهي من لا إله إلا الله، هو تاج الأذكار، هو تاج. إذا ذكر الأذكار والله إنه خير من الدنيا وما فيها لو كانت ذهبا وفضة. يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. احفظوا، أنا أعرف أن كثير منكم يقوله، وبارك له ب5 جوائز. انتبه، 5 من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، من المعصوم. والله لو تذهب ما يعطونك ملوك الدنيا، والله يا ملوك الدنيا ما يعطونك كلهم، ولا رؤساء الدنيا ولا أغنياء الدنيا. إذا قلتها 100 مرة في 4 دقائق 5 دقائق كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل بأكثر مما عمل. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذا بلغوا أنت، يعني حطه في الجروبات. ترى ما يشترط الداعي يا أحبابي ويا خواتي وبناتي، ما يشترط أن يكون متحدث. ترى الصحابة ما كان كلهم محاضرين ولا كان كلهم خطباء. أنت تدعو، تنقل الكلمة، تدعو في بيتك، تدعو مع زملائك. المجموعات اللي يسمونها جروبات، مجموعات، أنت ارسل هذا الحديث وانشره وتحدث به في المجالس، سوف بإذن الواحد الأحد أن تكون من السعداء. يقول ابن تيمية في مجلة 19 المتاوى: أما النجاشي فقام بما استطاع عليه من الإسلام، فإنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي الله أعلم عند قومه في الحبشة، لكنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم ينقل عنه حج ولا اعتمر ولا زكى، وما طبق شرع الله في بلده، لكنه قام بما استطاع. يقول بهذا النص راجع الكتاب: والنجاشي من السعداء في الفردوس الأعلى عند الله. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا قصدي أنكم لا تتخلى، يعني أنه بلغك الإسلام الآن، لكن باب واحد يبلغ، يعني خصلة واحدة قد تعملها الله ينجيك بها. رابعا إخوتي في الله، لا تقدم رأي أحد مهما كان. الله الله يا أخي، سافرنا إلى بلاد إسلامية، يا أخي ما هذا الغلو في المشايخ، غلو في المشايخ يسموا الأولياء عندهم. والله في دولة عربية قلت ما شاء الله طبيعتكم جميلة، قالوا لأن الأولياء مدفونون عندنا. مهندس يقولها في المجلس، سبحان الله. قلت كيف الأولياء؟ يعني الولي الآن ما ينفع نفسه. تأذن إخوتي، قبل أن نختم وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا ويصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم فرج هم المهمومين وغم المغمومين، كما أن يدعو لجنودنا البواسل في الحدود، الله يثبت أقدامهم ويسدد رميهم ويشافي ويعافي جرحاهم ويقبل شهدائهم.
كما أدعو لإخواننا في سوريا وفلسطين والعراق واليمن وكل بلد، إن الله يشافيهم ويعافيهم ويخرجهم من كل كرب وكل أزمة، وسائر البلدان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.